بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. قال سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. تأملها جيدا، وانظر كذلك لقول الإمام الجليل محمد بن سيرين رحمه الله حين يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. التفقه في الدين ومعرفة الأحكام أمر خطير جدا جدا، فلا ينبغي للعاقل أن يأخذ من كل من هب ودب، وليس كل من جلس للتدريس فهو حقيق بأن يؤخذ عنه. دينك دينك إنما هو لحمك ودمك. قد يكون هذا المدرس مبتدع وهابي ضال، وربما حتى قد يكون من أهل السنة ولكنه ضعيف، وقد يكون يخلط تابعا لهواه، فهذا لا يصح أن تأخذ منه الفقه حتى لو بقي وحده. والحمد لله كما يقال في المثل: الأولين ما خلوا التوالى ما يقولوا. يعني شوف، الإمام مالك متوفي سنة 79 و100، 12 قرن مرت على آلاف من الفقهاء المالكية العظام الأكابر والحفاظ، هم يبنوا في هذا المذهب، أغنونا ولله الحمد. يعني عليه واحد يترك طريقة هؤلاء الأكابر وتبع عليك سفيه من السفهاء الذي يريد أن يذبح المذهب المالكي على الطريقة الوهابية. وللأسف هذه الفئة بدأت تظهر، والحمد لله ليسوا كثيرا مقارنة مع السادة الفقهاء المالكية الحقيقيين، ولكن هنا يجب التحذير من هؤلاء. وهناك أسماء كثيرة لا نذكرها هكذا باش تبقى عندنا حرية في شتمهم وسبهم، والحمد لله، ولكن لا نشتم ولا نسب لأن لسنا وهابية، وإنما المسلم السني ليس بالفاحش ولا البذيء، فقط يعني تعرفوا الأمر، تكونوا شوية متوسعين ولله الحمد. وإلا لو كان الأمر لا أعطيتكم أسماءهم وستعرفونهم بإذن الله. المهم، حيثما يكون وهابي إياك أن تأخذ منه الفقه، ولو تلقاه يشرح لك في ابن عاشر مرشد المعين، ولو تلقاه يشرح لك في سيدي خليل والله في الرسالة، سواء شروح في كتب أو في دروس صوتية أو على المباشر، لا تأخذ منه، لأنه فقط يأتيك بالمتن المالكي، ثم في الشرح يصدر لك أقوال سفهاء الوهابية، يعني يخلط بين المذاهب، وهذا لا يجوز، ويعطيك هواه، هو أصلا ليس أهلا للترجيح ولا أهلا للعلم، وإنما نفخ نفخا فقط، ساعده الإعلام وساعده المال، ويحسب أنه شيخ كبير. لذلك لا تسمع لأي واحد من هذا الصنف السلاكية، السلاكة يعني السلفي مالكي، السلاكية هذه ما تسمع لهمش نهائيا، نحذر. بعد الحمد لله كاين فقهاء كثير كما قلت يتبعون طريقة المذهب المالكي، وليس في غنى عنها، لأن كل المذهب المالكي كما هو معروف أسس في زمن السلف، وهو مجموع فقه فقهاء السبعة. الإمام بن سيرين بن أبي زيد القيرواني رحمه الله متوفي سنة 300 وكذا، نسيت التاريخ بالضبط، وهو معدود من متأخري المالكية. شوف يعني المتقدمين وينهم. لذلك لا تبغي بديلا عن أصول المالكية وعن شيوخ المالكية، واحذر من السماع لهؤلاء، لأنهم يضلونك ولا تستفيد منهم شيء. لو تذهب تسمع لوهابي صرف حقيقي، هذا أقل شرا من أن تسمع لمن يدعي بأنه مالكي ثم يضلك عن سبيل الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.